ما تنسيش تضغطي على سبسكرايب او اشتراك وتفعلي الجرس، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو. اهلا بيكم، معاكم رغدة. هنعمل ان شاء الله صينية جلاش باللحمة المفرومة على اصولها بتاعت زمان. حاجة كده فخمة بتاعت العزومات. علشان تطلع معاكي بالشكل واللون ده، وكمان مورقة جدا من جوه، وطعمها حلو جدا ومظبوطة. شوف الفيديو ده علشان هقولك كل تكات صينية الجلاش باللحمة المفرومة، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم جدا. وما تبطلوش تعملوها بالطريقة دي. فيلا بينا نشوف مكوناتها وطريقتها علشان نطلع بالنتيجة دي. اول حاجة طبعا انا هعصج اللحمة، فمعلقة سمنة على معلقة زيت. هسيبهم يسخنوا كويس جدا علشان انزل باللحمة المفرومة. اي كمية لحمة مفرومة عندك تنفع، واللحمة المفرومة تاخد صدمة علشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها، وكمان تستوي بسرعة. الصدمة بتخلي اللحمة المفرومة تستوي بسرعة وتديكي احلى طعم. تمام. في اول حاجة هنزل باللحمة المفرومة، اديها صدمة واقلبها كده شوية، طبعا على نار عالية. العصاج بتاع صينية الجلاش باللحمة المفرومة مختلف جدا عن صينية الجلاش، صينية المكرونة بالبشاميل. اختلافه في ان انا هنا ما بضيفش اي اضافات غير هي اللحمة والبصل وشوية توابل كده ينكهوا الدنيا. فاهو اللحمة ابتدت لونها يتغير وخدت الصدمة بتاعتها. فهنزل عليها البصل المفروم. فوزني اللحمة مع البصل، يعني ممكن تعملي قد كمية اللحمة بصل، مش هيقول لا يعني، وهيطلع حلو جدا. وزي ما قلتلك اي كمية لحمة مفرومة تنفع. فنزلت بالبصل المفروم ناعم على اللحمة، هقلبهم كويس جدا. بعد كده هنزل بقى بشوية توابل حلوين، رشة جنزبيل ورشة قرفة، وطبعا الفلفل الاسود والملح اساسي وبس. جربوا بقى العصاج بتاع صينية الجلاش باللحمة المفرومة، جربوا الطريقة دي. ورشه فلفل اسود وملح وبس. وطبعا اللي ما بيحبش الجنزبيل والقرفه ممكن ما يضيفهمش. بس على نار عاليه بقى هفضل اقلب في العصاج لغايه ما يبتدي لونه يغير شويه. وادي الملح. تمام. هفضل بقى اقلب في العصاج لغايه ما يبتدي لونه يغير شويه ويدخل في يستوي تماما بالشكل ده. بس انا هنا بستخدم اللي كنت بستخدم جلاش الزهار ده اللي هو الجاهز، بس بتاع المصانع. بس بصراحة الفترة الأخيرة كان وحش جدا طعمه وريحته ومش مورق خالص. فبجيب ليا فترة بستخدم الجلاش بتاع الكنفاني، الجلاش بتوع اللي بيعملوا كنافة وبيعملوا الجلاش ده. بجد هيعجبكم جدا. اي لو عندك اي كنفاني قريب في المنطقة بتاعتك، اشتري منه الجلاش، هيعجبك قوي. بيكون طازة وبيكون معمول كويس وبيكون مورق كده وحلو جدا ومش معجن ومش ليه فترة، لان هو بيبيع اول باول فبيبيعه طازة. فانا جايبة الجلاش ده من عند المحلات اللي هي بتعمل قطايف وكنافة وجلاش والحاجات اليدوي دي. احلى من بتاع المصانع بكتير وهيعجبكم جدا. وزي ما انتوا شايفين الورقه عامله ازاي، ورقه بورقه كده وفاتح وجميل قوي. بس فانا عندي هنا دي حوالي معلقه زيت ومعلقه سمن مسيحاهم مع بعض كده. هجيب الصينيه بتاعتي وهدهن فيها الزيت والسمن. هدهنها كويس جدا، لازم تدهنيها من تحت كده ومن الجوانب علشان تضمني ان ورق الجلاش ملزقش معاكي ابدا. تمام. هتدهني الصينيه كويس جدا من الجوانب ومن جوه كويس قوي كل حته فيها. وبعد كده هنيجي نفرد الجلاش بتاعنا. هنفرد كل ورقتين مع بعض وندهن بينهم السمن والزيت، كل ورقتين مع بعض بالشكل ده، وهندهن بينهم السمن والزيت اهو. طبعا توضبي اللي على حسب حجم الصينيه اهو بالشكل ده. تفردي كل ورقتين وتدهني بينهم سمن وزيت. طبعا نوع الزيت يكون نضيف، وكمان لو في سمنه بلدي بالشكل ده اهو. كل ورقتين اهو، كل ورقتين مع فوق بعض وبينهم لازم تدهني كويس جدا السمن والزيت، وعلشان يطلع معاكي مورق وطعمه حلو وما يعجنش ابدا معاكي.
بالشكل ده. انا هنا هخلص نص الكمية وهرجع لكم تاني. اهو زي ما انتوا شايفين خلاص خلصت نص الكمية، نص الكمية بالظبط. هجيب بقى ايه العصاج بتاعي، شايفين لونه عامل ازاي ومظبوط ومستوي، مش محتاج اي حاجة تاني. انا ما بضيفش اي صلصة ولا اي اضافات تاني للجلاش باللحمة المفرومة، ما بضيفش العصاج بتاعه اي حاجة. بجد هيفرق جدا في الطعم وهيكون مميز قوي. فهفرد اللحمة بتاعتي كويس جدا، وبعد كده هكمل باقي الجلاش، باقي الكمية برضو بنفس الطريقة. اهو شايفين لونها عامل ازاي، ده العصاج المظبوط 100%. فردته كويس جدا. هكمل بقى باقي الجلاش برضو ورقتين مع بعض وادهن بينهم، ورقتين مع بعض وادهن بينهم. تمام اهو. وتظبطيها بقى على الصينية. انتوا ملاحظين انا بتني من ناحية، وبعد كده احط الورقتين التانيين اتني من الناحية التانية، علشان ايه الصينية تكون مظبوطة من كل الجهات وتكون نفس الحجم من كل الجهات. شايفين حتى بدهن بين التانية اهو. تمام. هحط كمان ورقتين اهو انا بتني اهو من الناحية التانية. شايفين بتنيها من ناحية، يعني ناحية وناحية. تمام. وادهن برضو تحت التطبيقة دي، بطبقها اهي من الناحية التانية، يعني بطبقها من ناحية وناحية علشان تكون مظبوط. تمام. بس انا هي هخلص كل الكمية. طبعا الطبقة اللي فوق تخليها مظبوطة عشان دي اللي هتديك الشكل النهائي. اهو انا بظبط الدنيا وخلصت كل لفة الجلاش بالشكل ده وما هدرتش منها اي حاجة. فحاولي تعملي على يعني بطوله كده قد الصينية بتاعته. شايفين اهو بالشكل ده. هدهن بقى دهنة سمن بسيط، واساسي وضروري لازم تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، علشان انا هسقيها بلبن وبيض، فعلشان يتغلغل بينها وكل الصينية يوصلها علشان ما تنشفش منك، فلازم تقطعيها. ولو ما قطعتهاش هتلاقيها اتنفخت جدا. وطبعا الجلاش الكويس هوريكم في الفرن وانا بسويها بتتنفخ، بس طبعا عشان ما اقطعها فمش بتتنفخ قوي. الجلاش الكويس انا بعرفه من الفرن، تلاقي الصينيه اتنفخت كده كانك حطاها لها مثلا بيكنج باودر. بس هتقطعيها بقى بالشكل اللي يعجبك وبالمقاس اللي يعجبك بالشكل ده. وهنيجي بقى نجهز لها اللي هنسقيها بيه. فانا عندي هنا بيضتين هرش عليهم رشه فلفل اسود ورشه ملح، وبالمضرب اليدوي هقلبهم كويس جدا. ادي رشه فلفل اسود ورشه ملح، وبالمضرب اليدوي هتقلبيهم كويس قوي. وبعد كده هجيب عليهم كوبايه لبن. تمام. هتقلبيهم كويس جدا لازم. وبعد كده كوبايه اللبن اهي، وهنزل بيها بقى على البيض واقلب كويس قوي عشان البيض يختلط مع اللبن كويس جدا. وبعد كده هسقي الصينيه بتاعتي بيهم. البيض واللبن بيفرق جدا طبعا. هسقي بقى الصينيه بتاعتي بيهم كويس جدا، واغطي الوش بتاعها بالبيض واللبن بالشكل ده، وهسيبها 5 دقايق تتشرب. وبعد كده انا طبعا وانا بشربها ولعت الفرن عشان هدخلها في فرن سخن على الشبكه في النص. هتاخد من نص ساعه ل45 دقيقه. اهو خلاص اتشربت البيض واللبن بالشكل ده. هدخلها الفرن بقى على الشبكه زي ما قلت لكم في النص على درجه حراره عاليه. وهتاخد حوالي من نص، طبعا انا مشغله الفرن، لازم اساسي تشغلي الفرن قبليها علشان تدخليه على فرن سخن. هتاخد من نص ساعه ل45 دقيقه. بصوا انا اهو ده الجلاش اللي بالنسبه لي ناجح، ان هو يتنفخ كده في الفرن وما بشغلش الشوايه، بياخد لون من غير ما بشغل الشوايه نهائي بالشكل ده. انا حاطاه في النص اهو وبيطلع معاكي بالشكل ده. ده بالنسبه لي الجلاش هايل. فالجلاش بتاع الكنفاني اللي بيتجاب من المحلات اللي بتعمله يدويا بالشكل ده بيكون هايل، طعم وريحه ولون بالشكل ده. انا ما شغلتش الشوايه عليها خالص وخلت اللون الهايل ده زي ما انتوا شايفين. وبرده طعم حكايه على اصولها بجد، صينيه الجلاش على اصولها بدون اي اضافات. جربوها بطريقتي
هتعملوها على طول بالطريقة دي وهتعجبكم جدا وهتشرفكم لو عاملينها في عزومة. زي ما انتوا شايفين شكلها وتكاتها بسيطة جدا. طبعا اساسي بعد ما تخرجيها من الفرن بالشكل ده، انا لسه مخرجاها، غطيها 5 دقايق، غطيها بس باي حاجة لمدة 5 دقايق بس. تمام بالشكل ده. علشان ايه؟ علشان تطرى كده، وهي تطرى وهي فيها حتة قرمشة بسيطة وتكون مورقة من جوه. التغطية دي مهمة جدا. شايفين اهي بالشكل ده، انا قطعت حتة منها، بصوا من جوه عاملة ازاي، وبصوا مورقة ازاي وطعمها حلو وليها سمك كده واللحمة فيها شكلها جميل ولونها من تحت، وشايفين ما لزقتش ولا جرالها اي حاجة، ولونها مظبوط من غير ما اشغل الشواية. جربوها بجد هتعجبكم جدا وهتشرفكم في عزوماتكم. وما تنسوش اللايك والشير، وتعملوا اشتراك او سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولايك لصفحتي على الفيسبوك، وانتظروني في وصفات كتير وتكات اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.